تعالوا مع بعض في الفيديو ده نعرف ايه أهم القواعد اللي لازم نتبعها لما نطلع كوبري، وبيكون الكوبري ده فيه منحنيات يمين وشمال. وده واحد من الطرق اللي ممكن تتعرضي ليها وانت متعلمة السواقة جديد، فاعرفي الفيديو ده واعرفي القواعد المهمة اللي تتبعيها، لأن الكباري اللي فيها منحنيات بتعتبر خطرة شوية. هنا أنا كنت طالعة كوبري فيه منحنى، وزي كل فيديو بقول لازم نلتزم بالحارة المرورية ولازم نلتزم بمسكة الدركسيون الصح. كنت طالعة على مطلع الكوبري، الدنيا كانت هادية شوية أو الدنيا بدأت تقف قدامي، فبدأت أدي انتظار وهدي سرعة العربية شوية شوية لأن العربيات اللي قدامي كانت واقفة. وأول ما بدأت العربيات تمشي بدأت أمشي وراها عادي بنفس سرعتي، ماسكة الدركسيون تمام، ملتزمة بحارتي، حتى لو في ناس بتكسر عليا مفيش أي مشكلة خالص. أنا في نفس حارتي في منتهى الثبات. هنا كان بدأ قدامي بعدها بشوية إن يظهر منحنى، هتلاقي علامته موجودة أهي، بيقول لي إن في المنحنى داخل يمين. طبعا أنا في منتهى الثبات بهدي سرعتي في المنحنيات، الكباري سرعتها لا تتعدى 50 أو 60، وبمشي مع المنحنى. هنا بدأ الكوبري قدامي في جزء على طول وفي جزء شمال، فأنا داخلة في أقصى الشمال. بمشي بالراحة خالص واخد المنحنى بمنتهى الهدوء وأنا في نفس حارتي، مقعدش أغير من حارة لحارة، ماشية جنب الرصيف بالظبط وماشية. بصوا الدركسيون اتحود معايا حوالي نص لفة، واحدة واحدة. أول ما المنحنى خلص رجعت الدركسيون تاني، بدأ يجي دلوقتي منحنى يمين، وده منزل. نخلي بالنا كويس أوي في منازل الكباري العربية سرعتها بتزيد جدا، فأنا رجلي على الفرامل، خدت المنحنى في منتهى الثبات وأنا في نفس الحارة، ما غيرتهاش، وبالراحة خالص ورجلي على الفرامل في المنزل، لأن المنحنيات دي في منتهى الخطورة لو اتاخدت على السريع. بنكون بمنتهى الحرص وبسرعة هادية خالص. أمّا هنا في الطريق ادّيت إشارة يمين لإن كنت داخلة يمين، وبدأت أبُص في مرايتي وأأمِّن مرايتي كويس أوي، بدأت أنقل من حارة لحارة أهي في اليمين وأنا بانزل. مجرد ما لقيت إن العربية خلاص اللي ورايا عدِّت وما فيش حد بعديها، بدأت أدخل شوية بشوية يمين وأتابع كل شوية بالمراية إيه اللي على إيدي اليمين، لحد ما أدخل، لإن المفترق أهو قدامنا، الشارع فيه مفترق، فيه يمين وفيه شمال. وزي ما أنا برضه ماسكة الدركسيون صح، ماشية في الحارة بتاعتي في منتهى الثبات، ماشية بسرعة محدودة. ونخلّي بالنا كويس أوي إن في بعض الطرق الكتير أوي بقى فيها رادارات، فنخلّي بالنا في سرعة الرادار. هنا المرة دي برضه طالعة كوبري فيه منحنى شمال في يمين، كنت ماشية برضه في حارتي، بس أنا هنا ماشية في الحارة التانية من على اليمين. أحافظ برضه على نفس سرعتي بنفس حارتي، أخلّي بالي كويس أوي في المنحنى، أنا باهدّي وباحِد من سرعة العربية. وأنتِ كمان بتاخدي المنحنى غصب عنِّك، ممكن تخرجي من الحارة اللي أنتِ فيها، يعني هنا أنا خدت شمالي شوية، بس حاولت تاني وأنا بارجع إن أنا أرُد تاني وأخُش في نفس حارتي. أخدت حوالي ربع لفة بالدركسيون وماشية هادي جدًا ومحدود أوي، وبعدين بدأ منحنى تاني يمين يدخل، وده بقى على المنزل، فده بالراحة خالص ورجلِك على الفرامل، تحافظي على نفس سرعتِك، وكمان إن أنتِ تبقي ماشية في نفس الحارة، بتاخدي حوالي ربع لفة بالدركسيون. ومجرد ما المنحنى خلص خلاص رجعت تاني في حارتي وماسكة دركسيون وماشية مستقيم، وهنا دخلت شمال سِنّة سِنّة، بصيت في مرايتي لقيت الحارة الشمال فاضية، فقُلت أدخلها. وده كان فيديو بسيط عن منحنيات الكباري، أتمنى أكون أفدتِك وربنا يستر طريقِك إن شاء الله.